اهلي. والنهارده عاوز اقول حاجه، مستر جوزيه بيغازل اللعيبه بتاعته دايما. يعني هو مره واحده لعب حسن مصطفى النهارده، حسن هياكل النجيله بايده واسنانه عشان خاطر ان هو يثبت ان انا راجل في الصوره. يعني دي حركات مدربين واعيين بحيث ان هو واماميه لبلال، يلمها بلال ومعاه هاني سيد ويلعبها بالعرض جميله. بتبص لمين؟ بيبص لمين؟ بيبص لمين؟ مش ممكن، مش ممكن. الحق مش على حسن ابدا. وادي فلافيو تتقطع من الكوره، كوره ملعوبه، اول كوره بعد عوده احمد بلال. بيقول انا اهو، ولعبها على طول فلافيو تمشي بالعرض من حظه وشوقي جات لك من القضاء والقدر. انما تاني فرصه لشوقي تضيع من النادي الاهلي. هو فلافيو كان بيشوط، وبعدين شوقي النهارده واخد واجب انه يتقدم مع بلال. اتقدم مرتين انما ما استثمرش المرتين. شوف ادي فلافيو بيشوط، انما هي راحت هنا وهو حاططها حلو قوي. انما هنا بعد الى فريق بيحاول ان هو يهرب من القاع، وفريق بيحاول انه فريق بطل. وادي رد عليا فلافيو رد عليا فلافيو بيقول لي احنا ابطال يا عم. رد عليا فلافيو بقنبله لا تصد ولا ترد. الهدف ال 15 ليه، وبدا عماد متعب يقلق منه، انما فلافيو بيرد عليا على طول يقول يا عم احنا ابطال. ورميه وتصويبه قويه جدا 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 في الدقيقه 15. فلافيو يحط الهدف الاول للنادي الاهلي على سهوه كده، وكره لا تصد ولا ترد ولا يقدر يعمل فيها اي حاجه. احمد سعد اهو، شوف حضراتكم، قنبله واخده كرباك كمان وتخبط في اسفل العارضه وتخش، ويبقى النادي الاهلي 1 والترسانه لا شيء بهدف جميل لفلافيو. يعني مش هنقدر نشكر فيه بقى اكتر ما اتشكر فيه. وادي كوره 15. طارق سعيد، فلافيو بالحته هي ويشوطها برضه وحلوه وفيها فكره، وضربه مرمى لنادي الترسانه. اذا الاستحواذ للنادي الاهلي، التقدم للنادي الاهلي، واحنا في الدقيقه 20 من زمن الشوط الاول. محمود عثمان ويلعبها حلوه وحسن وضربه مرمى لنادي الترسانه. فرص بتضيع من النادي الاهلي واحنا بنلعب في الدقيقه 30، والنادي الاهلي متقدم بهدف لفلافيو احرزه. اهو شوف الكوره، كوره قلشت، دي قلشت وتبقى ضربه مرمى لنادي بان. وبجلبان يلعبها لشادي، وشادي يلعبها لبجلبان، يمشي بجلبان وجنبه طارق ما ادالوش، وبيوسع نفسه عشان يرفعها لفلافيو. يلعبها حلوه لفلافيو، وقفها حلو. يا ولد يا ولد يا ولد، لا 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 لا، دي الكور دي بتبقى فيها خصم. مش ممكن. يعني انا مش زعلان، احنا ماليش دعوه بحد، انما حلاوه اللعبه لو كملت من بلال طمع فيها. شوقي يلعبها عكسيه حلوه عند طارق السعيد، يوقفها طارق ويرقص، وجنبه حسن يلعبها لحسن، وحسن لفلافيو، وفلافيو لحسن، ويلعبها على طول للنحاس، ورجليه جامده النحاس لشوقي تروح لحسن، الكره بتحرجه ويشوط حسن، انما كويس حسن ويمسكها احمد. شايف انا محمد الريس من نادي الترسانه بيسخن ايضا، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. وحلوه من احمد بلال دخل في الصوره اخر 10 دقايق واتلعبت حلوه. شوف حضراتكم، انما بقى لازم نقول حاجه، احمد سعد ده حارس مرمى كويس، وانقذ الترسانه في برضه الزمالك. يبقى الراجل دوت لعيب كويس قوي. احمد حسن لازم نحييه في كره يعني ماكره قويه جدا من ورا الحيطه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، هيلعبها طارق السعيد يلفها عاليه، وطالع احمد وبالبوكس على طول، ما يقدرش يعمل اكتر من كده، وتطلع ضربه ركنيه. احمد سعد ظهر في الكادر، يبقى النادي الاهلي ضاغط واصبح فيه خطوره. ربي شعره سوا حسن اهو، لعيب مجتهد، وتتلعب الكره على طول ناحيه اليمين، على طول لانيس بجلبان. انيس يلف الكره، الله
ضربوا لخمه كامل، واحمد سعد انا بقول الله ليه الاوفر هو جاي شكله حلو قوي، انما ما لقاش مين غير وائل كامل واحمد سعد. شوف حضراتكم اوفر حلو، مين يلعب اعتمدوا على بعض، دي ما تتوقفش يا وائل، وحظك كويس قوي قوي ان تطلع كوره ويصفر اخيرا سمير محمود عثمان بانتهاء الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف احرزه فلاف. النهارده احمد سعد ويمسكها وعلى طول اماميه عند ابو علام، ابو علام تتخطف وتنزل في نص الملعب، اول كره يمسكها محمد الريس ويلعب على طول لاسلام طاهر، احد الجهود المجهود الرئيسي لفاروق جعفر، وحلوه حلوه 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 وهدف التعادل، وهدف التعادل. هنشوف رقم مين اللي متابع، بو علام وهدف التعادل. لسه بقول لحضراتكم ممكن جدا ان الترسانة تعمل حاجه، ولكن ادي ابو علام لما نزل خد السرعه، واسلام طاهر هو جنب اليمين بتاع فاروق جعفر اللي عمل كره حلوه 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 مباغته للنادي الاهلي ولينا كلنا، وابو علام يحط هدف التعادل بعد 6 دقائق. ابو علام بعد 6 دقائق يحط هدف التعادل. هنا المباراه هتحلو من وجهه نظري، هتحلو. وشوف حضراتكم الكره معديه، خطا كبير جدا والراجل متابع ولا الحضر يقدر يعمل حاجه. النجم اسلام الطاهر يلعبها حلو قوي. هنا بقى فين خط العمق، فين عماد وشادي ووائل حتى للنادي الاهلي. وطارق السعيد ضربات حره مباشره كتير ما استفادش منها النادي الاهلي حتى الان، تتلعب عاليه وفلافيو لسه بقول ما استفادش، رد عليا فلافيو برضه في الشوط الاول، بقول النادي الاهلي سوبر راح ردد عليا بهدف، كوره حلوه وهدف التقدم وهدف التعادل مع مين؟ مع عماد متعب يعني فلافيو النهارده استغل عماد متعب واحرز هدفين، الهدف ال 15 والهدف 16. يبقى فلافيو النهارده يعني حصل عماد متعب، ودي حاجه جميله جدا. في الدقيقه 23 من ضربه حره مباشره يلعبها طارق السعيد ويحطها بدماغه على طول فلافيو. شوف حضراتكم قوه، ويعني هي كده الفيرود لازم يكون قوي. 2 الاهلي 1 الترسانة اللي هتعاود الهجوم مرة تانية بعد فاصل من الاسترخاء الهجومي والاهتمام الدفاعي. 2 الاهلي 1 الترسانة، واحرز هدفين فلافيو في الدقيقة 15 من الشوط الاول، وفلافيو في الدقيقة 23 من الشوط الثاني لا تخاف منها لغاية لما ياخدش فيها جون. وادي الكرة الحلوة تتلعب على طول لحسام ومصفر ضربة جزاء، مصفر ضربة جزاء احمد سمير محمود عثمان. حضراتكم ادي الخبره. واحد هيقول لي خبره يعني ايه؟ ما واحد يقول لي طب ما الراجل الكعبل، ما احنا بيحصل كده واحنا ماشيين بنتكعبل، انما هو اعتبرها سمير محمود عثمان عرقله من الخلف، ودي ميزه ايه؟ رغم ان هي كوره ميته جرى عليها حسام اهي لا تيجي او ما تجيش، وصفر محمود عثمان ضربه جزاء على النادي الاهلي. اي كلام مش هينفع لانه صفر الراجل. واحمد عادل بيقول له حسام البدري انا ما عملتوش حاجه، ده هو اللي يعني كعبل، انما الحكم اهو بيكلمه وبيلومه. لو احنا شفنا الكره من الاول بيقول له يعني انت كانت من الاول انت خلصها ما تسيبهاش تروح كده. اهو بص حضراتكم اهو ادي اهو هو بيجري وراه، وواحد 2 وضربه جزاء، ضربه جزاء للنادي الاهلي. يمكن ربنا عاملها لعصام الحضري عشان يعني يبقى مستمر في ضربات الجزاء. والعميد وضربة جزاء لنادي الترسانة، وحسام حسن والهدف الثاني التعادل لحسام حسن في الدقيقة 29 وهدف التعادل لنادي الترسانة. والله مباراة كويسة جدا، فيها 4 أهداف، فيها إثارة، فيها استحواذ الأهلي، وفي ناحيه دفاعيه بوعي من نادي الترسانة. الاهلي بيحرز اهداف، الترسانة تتعادل. مواجه حسام حسن جرأة وشجاعه رهيبه انه يحط نفسه في هذا الموقف من ان هو يحط هدف التعادل وممكن يضيعه تبقى مشكله. 12 الدقيقه 23 وابو علام وحسام حسن هدفين في الدقيقه 6 والدقيقه 29 من هذا الشوط. رمي التماس، الكره ما لمسهاش وحاجه في ركبته، وتتلعب كرة من حسام حسن حلوة من محمد سعد، لاعب خط وسط منطلق محمد سعد، وتصويبة وضربة ركنية. جرأة لنادي الترسانة أحرج بها النادي الأهلي وتعادل.
شايف انا احمد جلال وتروح الكره لطارق السعيد. طارق السعيد عرضيه على طول يقطعها هاني سيد، وتنزل مره تانية لبوجلبان. بوجلبان هنا الكره من الحركه، شوف حضراتكم بتبقى ايه، ومصفر ايه، مصفر ايه، مصفر ضربه جزاء. سمير محمود عثمان، وضربه جزاء للنادي الاهلي. شوف النادي الاهلي لما اتحرك، وشوف حضراتكم لما تلعبوا من الكره من الحركه، وادي ضربه الجزاء اللي صفر عليها سمير محمود عثمان في الدقيقه 36 من زمن الشوط الثاني. ضربه جزاء للنادي الاهلي، والنتيجه 2 الاهلي 2 الترسانة، في لقاء جميل جدا ما بين فريق بيجري وبيبحث عن الهروب من القاع وعمل مباراة كويسة جدا، وما بين فريق بطل ونجح ان هو كل ما يحط هدف يتعادلوا الترسانة، لان اصعب حاجة تلعب مع فريق بيكون اصلا مش همه حاجة او ما عندوش حاجة يبكي عليها، ولكن لازم نرفع قبعة نادي الترسانة. عملت ماتش كويس النهارده، والنادي الاهلي برضو عامل ماتش كويس النهارده. النادي الاهلي بيجرب اكتر من لعيب، غايب منه 2 من اعمدته، ابو تريكة وعماد متعب واسامة حسني، ولكن برضو يعني بلال يعني لسه ما دخلش في الصورة. فلافيو النهارده احرز هدفين، وهنشوف مين اللي هيشوط الكوره. عماد النحاس. عماد النحاس وجها لوجه لاحمد سعد، نجم هذا اللقاء حتى الان. عماد النحاس، عماد النحاس، عماد النحاس، وهدف الثالث. انفجر الملعب، انفجر الملعب، انفجر الملعب. مش مبسوط مستر جوزيه، مستر جوزيه مش مبسوط. عماد النحاس والهدف الثالث في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. انفجر الملعب في مباراة غير متوقعة، عناد من نادي الترسانة، اخفاق في بعض الأحيان من لاعبي النادي الأهلي، ولكن نجح الأهلي في إحراز 3 أهداف، 2 لفلافيو، 1 لعماد النحاس من ضربة جزاء. اهو عملها حلوة قوي 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 في الدقيقة 38 ووقت قاتل، وضربة جزاء. والهدف جلال يلم الكورة وماشي ويلعبها لفلافيو، وحلوة حلوة حلوة حلوة. يا سلام يا احمد سعد، يا سلام، لسه كورة في الملعب. يا سلام يا احمد سعد، يا سلام يا احمد سعد، ويا سلام يا فلافيو، ومش يا سلام يا بلال، انما فلافيو لعب كورة حلوة 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 حلوة، وباصص قبل ما يلعبها، وكعوبه النهارده كتيرة جدا. انما مين اللي واقف؟ احمد سعد اهو، وفاروق قايم بيزعق وعامل ماتش كويس. انما احلى ما في المباراه فلافيو النهارده، وعمل كرة حلوه حلوه. انما طالع احمد سعد، لازم نحييه النهارده احمد سعد، لانه طلعته دي مش اي طلعه، بيطلع في توقيت مظبوط جدا، عينه على الكوره وهي طالعه. شوف حضراتكم، شوف فلافيو باص، ويا ولد يا ولد، وبيقول له جيب جون، انما الراجل جون فين؟ جون في احمد سعد؟ لا. بنلعب في الدقيقه 41 من زمن الشوط الثاني، واصبحت النتيجه الاهلي 3 والترسانة المجتهد 2. لعبها لفلافيو، فلافيو يلم الكوره معاه وائل كامل احد النجوم النهارده. فلافيو شوف القوه بقى، شوف القوه، شوف القوه، مين يحصلني؟ انما على طول يشوط برجله بره الملعب. عنصر القوه والسرعه متوفر فيه. بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع، وداخلين على الثواني او 3 دقائق ونص، والنادي الاهلي 3. واللقاء مدحت رمضان يلعب على طول لوائل كامل، وائل كامل يلعبها، وفي رايه وفي صفاره ولا ايه؟ في رايه وفي صفاره. انما انا مبسوط اللي جت الكره دي للراجل الطيب ده المجتهد جدا، اللي ما بيهمتش بلغه الكوره، اللي يعني حاز على احترام جميع جماهير الملاعب والانديه. حسام حسن الصراحه يعني بصرف النظر بقى ضيعها ما ضيعهاش، ويصفر اهو